ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه النهارده احكي لكم عن تجربتي في ان انا اخس في وقت صغير. انا من فتره تقريبا من 7 شهور كنت تخنت قوي، ده كان حاجه ملحوظه حتى انتوا لاحظتوها، بس كنت تخنانه 13 كيلو. بس لما عملت سيرش لقيت في حاجه اسمها الكبسوله الذكيه، ودي بتتبلع بكوبايه ميه بس. لقيت ان من افضل الدكاتره اللي بتركبها في مصر، وهو من اكتر الدكاتره اللي ركبوا الكبسوله في مصر دكتور احمد المصري. فانا قلت اجي لدكتور احمد المصري وهو يشرح لنا عن الكبسوله اكتر، اكيد هو يشرح احسن مني. ازيك يا ياسمين؟ اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور. طيب بصي، خلينا نقول للناس الكبسوله الذكيه دي عباره عن ايه. كانت مشكله الناس دايما الاوزان اللي هي 10 كيلو او 15 كيلو فوق الوزن المثالي، عندهم مشكله في نزول الوزن. الكبسوله الذكيه عملت حل لطيف جدا، ان انت مش مضطر تاخد بنج وتركب منظار تدخل بيها والكلام ده كله. زي ما انت قلتي كده، هي كبسوله بتتبلع بشويه ميه. خلينا نوري الناس شكل الكبسوله عباره عن ايه. هي ببساطه كده ده حجم الكبسوله، ده الحجم الفعلي بتاعها زي ما انت شفتي وركبتيها قبل كده. ده الواير واصل فيها عشان خاطر تتملي المحلول. المريض بيقعد، بناخد منه التاريخ المرضي بتاعه ونتاكد ان ما عندوش اي مشاكل صحيه وما عندوش حموضه ولا ارتجاع. بيبلع الكبسوله بشويه ميه صغيرين، بتفضل تنزل واحده 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 لحد ما تنزل البطن. نبتدي نملاها بمحلول معين جاي معاها، هو منتج صناعته امريكيه والباك بتاعته حتى جايه معاه. بيتملي 550 مللي، تبتدي تشغل حيز جوه المعده، يبقى المنظر بتاعها كده. في ناس بتخاف تقول دي كلها تبقى جوه معدتي، هي بتبقى احساسك بس بالامتلاء، انت حاسس ان انت ممتلئ. بنبتدي زي ما عملنا نعمل تعديل سلوك وتعليم للناس ازاي ياكلوا، لانه اغلب الناس وهي موجوده جوه بيابيوز الموضوع ده. يعني في ناس بتخاف من البالون اللي هو هيكبر معدتي. هو مش بيكبر معدتك، انت لو كلت بالظبط على قد الجزء اللي فاضي من معدتك، يعني اتعلمت تقوم قبل مرحله الشبع. انا يا دوبك بس حسيت طيف الشبع بوقف، هتقوم خفيف وفي نفس الوقت مش هتكبر معدتك، هتلاقي وجبتك صغرت. بنبتدي زي ما عملنا نعمل تعديل سلوك وتعليم للناس ازاي ياكلوا. وبعدين بعد 4 شهور، وذن ال4 شهور يعني 4 شهور شويه الا شويه صغيرين، بتنزل في الستول في التويلت على هيئه حته بلاستيك كده، خلاص الانسان ما بيحسش بيها خالص. الحاجات المهمه بقى في الكبسوله اللي الناس ما بتاخدش بالها منها، ان انت لو ركبت الكبسوله وما عملتش بروجرام غذائي مش هتوصل للنتيجه المطلوبه. وفي نفس الوقت لو ما عملتش تعديل سلوك مش هتوصل للنتيجه المطلوبه. الناس بتقول يعني ايه تعديل سلوك؟ لان في ناس عندهم اللي هو الجوع العاطفي، ايموشنال ايتنج. انا عايز اعلم الانسان في المرحله دي ازاي ياكل وما يبقاش عنده جوع عاطفي، يسيطر على الاستريس بتاعه. نعمل ستريس مانجمنت عن طريق حد اسمه هيلث كوتش. عشان كده احنا مقسمين التيم بتاع الكبسوله في المتابعه كذا جزء بيتابع معاك نيوتريشن، جزء تعديل سلوك الهيلث كوتش. انا خدت تعديل سلوك يا جماعه. جزء كمان اللي هو الرياضه، ازاي تعمل رياضه، لان مفيش اي مانع انك تعمل رياضه وهي موجوده. الجزء الاهم في المتابعه بقى، هو الناس بتقول طب انا ركبت الكبسوله وروحت البيت، انا هتابع ازاي؟ ببساطه احنا عندنا ميزان، الميزان ده بيجي مع الكبسوله برضو. الميزان ده بيبقى متوصل بابلكيشن انت بتنزله على الموبايل. اوكي. مجرد ما بتوزن، انت بتوزن عليه بيطلع القراءات بتاعتك عندك على الابلكيشن. طب انت دورك ايه يا دكتور؟ دورنا ان احنا من اول السنترز في مصر، احنا سنتر اوف اكسلنس في تركيب الالوريان، دي شهاده معتمده في تركيبها. عندنا بروجرام اسمه الوريان انسايد. ايه الالوريان انسايد ده؟ انا عندي على الموبايل انا شايفك وانت قاعد في البيت، انا شايف القرايه بتاعتك. يعني وانت بالظبط انت بتوزن في البيت وانت قاعد وزنت، خلاص انت متخيل ان الدنيا تمام. لا، انا شفتك من الالوريان انسايد ده، انت النهارده ما وزنتش، الاسبوع ده ما وزنتش، انت ما طلعليش قرايات، ميزانك مش عاجبني، انت خسيت بس ما خسيتش كفايه. طب هتعمل ايه؟ البروجرام ده في حركه حلوه قوي. انا ممكن اتكست كده مسج اقوم جاي باعتها لك، اقول لك انت ليه ما وزنتش مثلا. طيب، او انا شايف ان ياسمينه شكلها بتعك كده ومش خاسه حلو وبتاع، انا ممكن في ثانيه ياسمينه انا محتاج اعمل معاكي فيديو كول. هندخل من خلال البروجرام نعمل فيديو كول ونتكلم مع بعض ونتابع الدنيا ديت عشان خاطر اتابعك. احنا رانكد على مستوى العالم بالويت لوس بالكبسوله، احنا تاني او تالت سنتر في الويت لوس، واصل لغايه 16% تقريبا من الويت. ميرسي جدا ليك يا دكتور والله، وعن المعلومات المهمه اللي لازم كل الناس تبقى عارفاها عامه، مش بس عن الكبسوله، عن حياتهم عامه او ازاي يساعد نفسه على انه يخس. ميرسي جدا يا دكتور. ميرسي لحضرتك. وبكده تكونوا عرفتوا كل المعلومات عن الكبسوله من دكتور احمد المصري. اي سؤال عندكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجاوبكم بناء عن تجربتي الشخصيه.